التحضيرات على قدم وساق من دنيا بطمة لاستقبال مولودها الجديد. بعد غياب دنيا بطمة عن المجال الفني من حيث إنتاج أغاني، حيث اكتفت لأكثر من سنة على إحياء الأعراس وإحياء بعض الحفلات في المطاعم بالإضافة إلى إحياء بعض المهرجانات الصغيرة، فلا يجب أن ننسى أن دنيا بطمة قد مرت بظروف عصيبة خلال السنين القليلة الماضية، فبالإضافة إلى متابعتها أمام القضاء الزجري بالمحاكم بالمملكة المغربية والحكم عليها بسنة حبسا نافذا، كانت دنيا بطمة تعيش الأمرين في علاقتها مع زوجها، وهذا ما خرجت وصرحت به خلال لايف عبر حسابها على الانستغرام بعيون دامعة تزيل المكياج والمصاحيق التي حاولت بها طيلة 10 سنين تغطية البؤس الذي تعيشه في علاقتها مع زوجها، حيث كانت تصدر للمغاربة أنها تعيش السعادة في أبهى صورها عبر نشر الهدايا وغيرها من التصرفات. وقد أسدل الستار عن هذه العلاقات بالطلاق سواء في المغرب أو البحرين، فدنيا رفعت دعوى تطليق للشقاق بالمغرب، وموفق محمد الشوق هو الآخر رفع دعوى للطلاق في البحرين، بالإضافة إلى الشكايات التي تقدمت بها دنيا بطمة ضده يتابع هو الآخر أمام القضاء الزجري. وبعد الانتهاء من أغلب هذه المشاكل ومطي ملفها للأبد، يبدو أن دنيا بطمة تريد أن تفتح ملفا جديدا في المجال الفني، فالتحضيرات على قدم وساق لاستقبال أول مولود فني بعد طلاقها. ويؤكد البعض أن دنيا بطمة ستحدو حدوى المشاهير عند حصولهم على الطلاق، فهم يحرصون على إصدار أغنية تتكلم عن هذه الفترة من حياتهم، مثل أغنية انتهى للفنانة اليمنية بلقيس، والتي أصدرتها بعيد حصولها على الطلاق، وأيضا مثل الأغنية الأخيرة للفنانة العالمية شاكيرا، والتي تحدثت فيها عن كل تفاصيل المشاكل التي عاشتها مع زوجها ورفيق دربها وأبي أبنائها، والتي أدت بهما إلى الفراق.